السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا مع بعض هنعمل وصفة النهاردة، وصفة جامدة جدا اللي يقرب عليها يا جماعة الناس الأكيلة. يعني بسم الله ما شاء الله. يعني مع بعض هنشوفها. أنا معايا بصل شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومعايا كمان طماطم وفلفل بارد حامي زي ما انت حابة. البصل هنرفعه على النار على درجة حرارة عالية، على النار العالية. مش هنحط له مواد دهنية كتير، حاجة بسيطة بس مع شوية سكر. وهنبدأ على النار نشوحهم على نار عالية، وبعد كده هننزل بالخضار بتاعنا، بس مش عاوزينه ان هو يستوي جامد او يتهرف بمعنى اصح. والبصل برضو ما احناش عايزينه كده، عشان احنا محتاجينه يكون صحيح كده في الوصفة ان شاء الله ويبقى باين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نسمي الله كده. بصوا شايفين الوصفه احنا عملنا يا دوب معلقه السكر كرملت معانا البصل او خلته بالشكل الجميل ده. ننزل بفلفل ورق اللوري او ورق الغار، في بعض الدول بنسميه كده، مع قليل من جوز الطيب. وهننزل بالخضار بتاعنا معاهم، وعلى النار هنرفعهم تاني ياخدوا بس تندمج المكونات مع بعضها. مكوننا الأساسي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، هي الكوارع. أنا بصوا يا جماعة مخليها دايبة دايبة دايبة. بصوا شايفين السوا؟ يعني مجرد ما نحط فيها السكينة كده أو المعلقة بتدوب دوب. احنا شوحنا البصل بالخلطة اللي احنا عملناها دي بالطريقة اللي احنا الجميلة دي. أنا طبعا رعيت إن أنا محطش ملح كتير علشان الشوربة اللي أنا هحطها فيها ملح. حطينا طاجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي محمد. بجد وصفة بتاعة العتاولة، اللي يقدر عليها هو اللي هيعمل ياكل منها. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى احنا بنبدأ نديلها المرقة او الشوربة بتاعتها تاني، علشان احنا عاوزينها ما تكونش ناشفة كده في الفرن، وندخلها الفرن بإذن الله ونتيجتها جميلة قوي قوي. تشوفوها ان شاء الله مع بعض بإذن الله، هتبقى جميلة قوي قوي. وجربيها، وصفة اللي يقدر عليها بسم الله ما شاء الله يتوكل على الله ويعملها. نشوفكم في اخر الفيديو بمشيئة الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الطاجن بعد ما طلع من الفرن؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. مفيش اجمل من كده يا جماعة، طرية جميلة لذيذة. وندخل اللي قادر بقى على الطبق ده كده او الوصفة دي يتوكل على الله. بسم الله ما شاء الله. ديت بتاعت الناس الأكيلة. وكل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.